ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى النهارده مع بعض نعمل كده حاجه حلوه، خفيفه كده وسهله، ومكوناتها مش مكلفه خالص، وهتدينا كميه كبيره ما شاء الله زي ما انتم شايفين. نعمل دوناتس بعجينه خفيفه قوي وعجينه سهله جدا، ومش مكلفه. بصوا ما شاء الله الكمية دي كلها. تعالوا في البداية كده هناخد كوباية من اللبن، كوباية لبن دافية، عليها معلقة كبيرة سكر وعليها معلقة كبيرة خميرة فورية. تمام. هنقلبهم مع بعض وهنسيبهم على جنب كده لحد ما الخميرة تتفاعل. هكون جهزت باقي الحاجات اللي احنا هنستعملها. بولة بقى او العجان، يعني المتوفر عندك. مفيش عجان يبقى هنعجن على ايدينا، والعجينة سهلة ومش هتاخد مننا وقت خالص. هناخد 3 كوبايات من الدقيق. ممكن تعايري بقى ال3 كوبايات دول بأي كوباية عندك، ودي اللي هتعايري بيها كل المكونات، يعني هي نفس الكوباية اللي هنعاير بيها اللبن أو المواد السائلة اللي هنحطها. هاخد كمان عليهم ذرة ملح أو رشة ملح كده بسيطة، وهحط كمان بضاية وهحط معاها فانيليا. كده انا حطيت مقدار الدقيق، ونخلي بالنا يا جماعة ان كل دقيق مش زي التاني. ف قبل ما نبدأ نشتغل بناخد شوية صغيرين من مقدار الدقيق اللي عندي لو انا ما عنديش غيره، واركنهم على جنب عشان لو العجينة طلعت طرية مني قوي واحتجت دقيق يبقى انا كده تمام. العجينة مظبوطة معايا. هبدأ ازودهم ومعاهم معلقة مية او معلقتين كده من المية او من اللبن، وابدأ الم العجينة بتاعتي. اهم حاجة العجينة تبقى فيها تلزيقة بسيطة. زي ما انتم شايفين كده حطيت الدقيق وحطيت رشة ملح وحطيت كمان بضاية، وهحط كمان فانيليا. اي نوع فانيليا عندك. انا كان عندنا الفانيليا السايلة، وبالمناسبة انا عند اختي وهي اللي كانت بتعمل الدوناتس. هديهم بقى تقليبة كده بالعجان، وهبدأ اجيب اللبن. اهم حاجة يا جماعة المقادير والمعيار يبقى هو واحد بنفس الكوباية. تمام كده. بصوا بقى هنبدأ نحط المادة السائلة ونبدأ نعجن ونزود اللي هيبقى. يعني انا دلوقتي حطيت كوباية من اللبن مع الخميرة. باقي المواد السائلة نبدأ نحطها واحدة واحدة، لان زي قلت لكم كل نوع دقيق مختلف عن التاني. فانا هنا هزود مية والعجينة هتبقى طرية مني قوي، وهرجع ازود دقيق تاني. يعني انا اجمالي الدقيق اللي انا عملته حوالي 4 كوبايات او 4 كوبايات، يعني الا ربع كده، او 3 كوبايات ونص ومعلقتين عليهم كده يعني. هستعمل كمان مع الدوناتس النهارده شوكولاته سما البيضه وكمان البني. بصوا هنا العجينه طريه خالص ازاي، شكلها باين خالص في العجان. وكمان هنزود عليها معلقه من الزبده السايحه، فدي هتديها كمان طراوه. اول ما بنزود الزبده على العجين كده العجينه بتبدا تفرفت معايا زي ما انتم شايفين، وبعدين كده بترجع تلم نفسها تاني. ولو بنعجن بايدينا هنلاقي نفس الحكايه، العجينه هتبدا تفرفت معايا، وكل ما اعجن فيها تاني والمها هتلم معايا. بصوا هنلاحظ هنا ان العجينه بدات تلم، بس ملمسها طري جدا وبتلزق قوي في الايد، وانا مش عايزه كده. انا عايزه العجينه فيها تلزيقه بسيطه. ففي المرحله دي هبدا ازود دقيق تاني لحد ما الاقي العجينه بتاعتي بدات تظبط معايا. يعني نبقى عاملين حساب من البدايه ان الزبده هتدي كمان طراوه شويه للعجينه. بصوا هنا بقى المفروض ان العجينة خلاص خلصت، لكن انا هلاقي العجينة بتلزق جامد. شايفين؟ لا انا مش عايزاها كده. هنا بقى كنا زودنا دقيق تاني والعجينة خلاص بدأت تتظبط. اول ما بلاقي البولة بتاعتي نطفت معايا يبقى كده العجينة تمام اتلمت وبقت عجنت كويس. بس تمام كده. اديتها بقى رشة زيت وهغطي عليها واسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر، عشان احنا الجو حر، بتاخد نص ساعة بالظبط لو المكان دافي. ادي غطيت على العجينة وهسيبها بقى على جنب تخمر.
في الوقت دوت هبدأ اسيح الشوكولاتة او اجهز الصوصات بتاعتي. ممكن نستعمل صوصات جاهزة زي الكراميل او اللوتس او الصوص شوكولاتة والفراولة الجاهزين، لكن انا عندي شوكولاتة فهبدأ اسيحها كده على حمام بخار، على بخار مية يعني. جبت حلة على النار وفيها مية بتغلي، وحطيت عليها اي طبق كده تاني، ونحط فيه الشوكولاتة وعليها معلقة زيت، علشان الزيت بيدي طراوة كده وبيخلي الشوكولاتة ليها لمعة. بصوا زي ما انتم شايفين كده بتلمع. بس هبدأ اقلب فيها او ممكن اسيبها كده لحد ما تسيح خالص وتبقى صوص كده جاهز معايا. هعمل كمان كده في الشوكولاتة البيضة زي ما انتم شايفين، حطيت كمان معلقة من الزيت، وحطيتها في طبق برضو ازاز او بايركس، وحطيتها فوق الحلة اللي فيها مية، وبخار المية هو اللي بيسيح لي الشوكولاتة. هنا كانت العجينة خمرت، هبطت الهواء اللي فيها كده، طلعت الهواء، وهنبدأ نشتغل فيها. على الرخامة بقى او اي حاجة عندك هتقطعي عليها، نديها رشة دقيق، ونبدأ ننزل عليها العجينة ونفردها دايرة، تكون يعني حجمها سمكها متوسط، مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي، لان هي لسه بعد التقطيع هنخمرها تاني. تمام. هنا بقى كل حد من العيال عايزة تعمل الحرف بتاعه كده في الدقيق. هننزل بقى بالعجينة بتاعتنا. طبعا التقطيعة بتاعت الدوناتس بعد ما نفردها ممكن بالقطاعة بتاعت الدوناتس، ممكن كمان نقطع ب غطا برطمان او ب كوباية، كوباية تكون واسعة شوية، او باللي هي الاطباق الازاز الصغيرة بتاعت الشوربة، او بتاعت اللي هي البولات بتاعت الشوربة، او بتاعت الجيلي والايس كريم. تمام. المهم ان انت تقطعيها باي قطعة تكون مدورة، وعشان نعمل الفراغ اللي في النص ده ممكن بغطاء ازاز. بس هقطع العجينة. اهم حاجة بقى ان احنا بنطلع العجينة بعد ما بنقطعها وبنشكلها كده، لازم نحطها يا جماعة على ورق زبدة. انا هنا ما كانش عندنا ورق زبدة، فجبت ورق كراسات عادي ودهنته دهنة من الزيت، وانا هنا افتكرت ان هو مش هيلزق، لكن للأسف برضو لزقت. وبنعمل الخطوة دي ليه؟ علشان لما نيجي نقليها او لما تخمر ونيجي نقليها ما نشيلهاش بايدينا، فنهبط الخمر بتاعها تاني. تمام. ودي خطوة مهمة جدا عشان الدوناتس بتاعنا يبقى حلو. جيت انا بقى اقلبها في الزيت، لقيتها لازقة في الورقة ومش بتتقلب، فاضطريت احطها بالورقة بتاعتها لحد ما تبدأ تنشف من تحت سنة، فلاقيها طلعت لوحدها. هبدأ بقى اقلي الزيت الدوناتس سوري في الزيت، واول ما ياخد وش لون من على الوش اللي في الزيت كده، بقلبه على الوش التاني. اهم حاجة نخلي بالنا منها ان من نجاح الدوناتس الخط الابيض اللي في النص دوت، ان بعد الدوناتس ما يتقلي نلاقي الخط الابيض اللي في النص ده. ايوه هو ده. كده العجينة ناجحة معايا، والدوناتس كمان هيبقى كويس وحلو جدا. والكمية دي اللي انا عملتها دي ما شاء الله اللهم بارك، عملت لي كمية حلوة قوي. دي بقى الجزء اللي كان في النص قليته برضو. بصوا زي ما انتم شايفين العجينة ما شاء الله هشة جدا وطرية قوي من جوه. بصوا الفراغات اللي فيها حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك، حلوة قوي. طبعا الكرات الصغيرة ديت انا فتحتها وحشيتها كمان نوتيلا، وكنا عاملين سايبين كام واحدة كده مقفولين علشان يتحشوا برضو. دي بقى كل كمية الدوناتس اللي اتحمرت معايا. هنبدأ بقى نزينها. بصوا دي واحدة من المقفولين. الكرات دي اصلا ما قعدتش كتير يعني، ما كانت بتطلع كده من الزيت تتحشي شوكولاتة على طول او نوتيلا، والولاد رايحين جايين ورايا بياكلوا منها. بألف هنا يا رب عليه. هنبدأ بقى ناخد كده من الدوناتس واحدة بواحدة، ونبدأ ننزل في الصوص اللي احنا عملناه. وكمان اخدت من كل صوص كده معلقتين في كيس بلاستيك صغير، وعملت له فتحة كده صغيرة من تحت زي القرطاس علشان ابدأ ازين بيه الوش من فوق، اللي هي الخطوط بقى اللي بتتعمل من فوق دي.
جربوا بقى الدوناتس بالطريقة دي هيعجبكم جدا. هنبدأ بقى نطلعها على شبكة كده عشان لو في شوكولاتة زيادة او صوص زيادة ينزل، وبنبقى حاطين الشبكة بقى حاجة تحتيها، صينية او حاجة، علشان الصوص الزيادة اللي ينزل ما يبهدلش الدنيا. هنا مش عارفة الكيس اللي احنا بنعمل بيه الصوص على الوش دوت او الخطوط دي، مش عارفة ليه ما كانش راضي ينزل كده كويس. بصوا دي اللي اتحشت من النص بتبظ كده شوكولاتة. هستنى ان انتوا تجربوا الدوناتس بالطريقة دي او تجربوا طريقتي في عمايل الدوناتس وتقولوا لي رأيكم فيها، وان شاء الله تنجح معاكم وبألف هنا، واشوفكم في فيديو جديد.